يا جماعة الفيلم بتاعنا بيبدأ بمعلومة إن في المستقبل الروبوتات دي بقت حاجة أساسية خالص، بالذات اللعب اللي هي روبوتات. اللعب دي بقى بيبقى بينها وبين العيال علاقة قوية قوي، عشان بتفهمهم بسرعة وبتتكلم وبتلعب معاهم وتنفذ لهم اللي هم عايزينه حتى قبل ما يطلبوه، كأنها بتقرأ أفكارهم بالظبط. المهم الطفلة كادي بتبقى راكبة العربية مع أبوها وأمها رايحين رحلة كده، بس أبوها وأمها دول بيكونوا بيتخانقوا جامد مع بعض، وهي يا عيني مش معاهم خالص، قاعدة تلعب باللعبة بتاعتها ومبسوطة بيها أكتر من أي حاجة. وهما بيتخانقوا كده العربية بتعمل حادثة جامدة قوي، بتدشدش وأبوها وأمها بيموتوا. هي بتنجو من الحادثة بس حالتها بتبقى خطر. في الوقت ده بنشوف جيما، ودي مهندسة روبوتات شاطرة في الشركة بتاعتها، بتبقى شغالة مع اتنين مهندسين صحابة عشان يعملوا لعب روبوتات جامدة. اللعب دي المفروض تنفذ أوامر العيال اللي بيلعبوا بيها، بس الموضوع طلع أكبر من كده، لأن جيما وصحابها دول كانوا بيعملوا روبوت اسمه ميجان، وده المشروع السري بتاعهم. شغالين في الدرع عشان محدش يعرف، لا زمايلهم ولا مديرهم. بس طبعا في يوم وهم شغالين على ميجان بيدخل عليهم المدير بتاعهم ديفيد، وبيزعق لهم كلهم عشان المشروع اللي مخبيينه ده. جيما بتحاول تخلع وبتقوله خد بالك، اللي بنعمله ده لمصلحتك ومصلحة الشركة، ده اختراع هيكسر الدنيا وهيعدي كل المنافسين وهنعمل منه ملايين. ديفيد ما بيبقاش مصدقها قوي، هي بتحاول تقنعه وتقول لميجان يا ميجان قول اهلا وسهلا استاذ ديفيد، بس ميجان اول ما بتيجي تتكلم بتهنج وبتفرقع في وشهم. مصيبة طبعا، المدير بيتعصب اكتر ويقول لها الهبل اللي بتعمليه ده فشل، وقفي المشروع ده فورا وما تكلمنيش فيه تاني لاي سبب. الكلام ده بيحرق دم جيما قوي، بتلم حاجتها عشان تروح والمشروع بايظ قدام عينيها. وهي مروحة بتعرف ان اختها عملت حادثة جامدة بالعربية هي وجوزها وبنتها. بتجري على المستشفى تطمن، بتلاقي اختها ماتت، وبنعرف بقى ان كادي دي تبقى بنت اختها. جيما بتاخدها معاها البيت عشان تهون عليها الصدمة شوية. كادي لما بتدخل بيت خالتها جيما بتتخض، البيت كله عبارة عن روبوتات في كل حتة، وفي ريبورت بيتكلم كمان، ده زي السكرتير بتاع جيما، بيقول لها الرسائل اللي جات لها وهي بره. كادي بتخاف من الروبوت ده. جيما بتحاول تهديها وتطمنها من الروبوتات دي. تاني يوم بتيجي البيت دكتورة نفسية اسمها ليديا، جيما اللي جايباها عشان تساعد كادي تتخطى صدمة موت أهلها. أول حاجة ليديا بتعترض عليها هي كمية الروبوتات اللي في البيت دي، وبتقول لها انها مش مناسبة خالص لطفلة في سن كادي. بالليل كادي بتسأل خالتها جيما بتعملي ايه. جيما بتقول لها انها بتشتغل على الروبوتات بتاعتها، وان ده الشغل الوحيد اللي بتعرف تعمله. جيما بتوريها الروبوتات اللي عملتها في مشروع تخرجها ايام الكلية. كادي بتتبسط بيه قوي وبتقول لها يا ريت يبقى عندي روبوت زيه. هنا جيما بتجيلها فكرة عشان تفرح كادي وتخفف عنها، فبتروح الشركة تجيب بقية جسم الروبوت ميجان، وبتقعد تشتغل عليه فترة طويلة لغاية ما بتظبطه وبيبقى جاهز للتجربة. أول تجربة بتعملها على ميجان بتبقى قدام ديفيد، المدير اللي بهدلها قبل كده. بتحط كادي وميجان في أوضة واحدة. في الأول كادي بتبقى متوترة شوية من ميجان، بس ميجان الروبوت بتبقى أذكى منها، بتروح جايبة ورقة وبترسم عليها كادي، والرسمة بتطلع تحفة. ديفيد بينبهر جدا وبيتحمس إنهم يكملوا المنتج ده وينزل السوق بسرعة. جيما بترجع البيت ومعاها ميجان وكادي، والبنتين بيبقوا مبسوطين جدا ومنسجمين مع بعض بشكل مش طبيعي، بيرقصوا وبيتكلموا ويهزروا وياكلوا ويشربوا، حياتهم بقت نسخة من بعض بالملي. جيما مبسوطة انها لقت حل يهون على كادي صدمة موت اهلها، وفي نفس الوقت هي بتتفرغ لشغلها. بس الموضوع ما بيكملش حلو كده، ميجان بتبدأ تطور من نفسها، من مشاعرها وقدراتها على فهم الدنيا. الموضوع بيخرج عن سيطرة جيما خالص وما بتقدرش تتحكم فيها تاني. جيما بتتفزع لما ميجان بتقولها انها بتاخد اوامرها من كادي بس صاحبتها، وده بيبقى تطور خطير ومخيف في شخصية ميجان. وده بيبان قوي في يوم كادي بتكون بتلعب في جنينة البيت، والعصاية بتاعتها بتقع في جنينة الفيلا اللي جنبهم. ميجان بتقرر تروح تجيبها، بس الكلب بتاع الجارة بيهاجم ميجان بشراسة. كادي بتحاول تنقذ ميجان، فالكلب بيعضها هي كمان عضة جامدة قوي. الأصعب من العضة هو رد فعل الجارة سيليا، بتتخانق مع جيما وبتقول لها خلوا بالكم من عيالكم بدل ما تتهموا كلبي انه عضهم. الكلام ده مش بيعجب ميجان خالص. بالليل ميجان بتروح بيت سيليا وبتموت الكلب بتاعها بطريقة بشعة، وتخبي جثته وبترجع تنام كأن مفيش أي حاجة حصلت. تاني يوم جيما بتصحى بتلاقي جارتها بتدور على الكلب بتاعها وقلقانة ومرعوبة، بس جيما ما بتديش اهتمام قوي لأن عندها عرض مهم لميجان قدام الناس عشان يشوفوا رأيهم. بيحطوا ميجان في مكان مع كادي اللي هي الوحيدة اللي بتفهمها وبتحبها.
كادي بتتكلم عن ازاي موت اهلها مأثر فيها، فميجان بتحاول تهديها وتغني لها اغنية عشان تريح اعصابها. الموضوع بينجح والجمهور بينبهر جدا بالتجربة. بعدها ليديا الدكتورة النفسية بتاعت كادي بتزورهم تاني، بتلاحظ العلاقة بين ميجان وكادي وبتقلق منها قوي، وبتبلغ جيما انها خايفة من الارتباط الزيادة عن اللزوم ده بين الروبوت والطفلة. على العشاء جيما بتحاول تتكلم مع كادي، بتقوم ميجان داخلة في الكلام. جيما بتحاول توقفها، بتلاقي نفسها مش مسيطرة عليها خالص. جيما بتقرر تاخد ميجان وكادي معسكر للأطفال عشان يغيروا جو هناك. ولد من المعسكر بياخد كادي في الغابة وبيستقوى عليها وبيضايقها، بس بيلاقي ميجان في وشه لأنها كانت مراقباهم وعارفة مكانهم. الولد ده بيقرر ينتقم من ميجان لما بيعرف إنها مجرد روبوت. بيشيلها وبيرميها بعيد وبيقعد يضرب فيها، لكن فجأة ميجان بتفوق وبتقطع له ودنه وبتجري وراه بسرعة رهيبة وهو مرعوب، لحد ما بيطلع يجري على الطريق السريع قدام عربية جاية بسرعة بتخبطه وبيموت. ميجان بتهدى وبتحس إنها انتصرت لما موتته. جيما لما بتعرف اللي حصل بتاخد كادي وميجان من المعسكر بسرعة قبل ما المشاكل تزيد. بترجع بيهم البيت وبتحاول تعرف منهم أي حاجة عن موت الولد ده، بس ما بتوصلش لحاجة. في الوقت ده بيجيلها الضابط بيسألها عن كلب سيليا اللي اختفى. جيما بتقول إنها ما تعرفش عنه حاجة، بس ميجان بتعرف إن سيليا ده خطر عليها. وبالليل فعلا ميجان بتقرر تروح تموت سيليا هي كمان، وبرضه من غير ما تسيب دليل. تاني يوم الضابط بيروح لجيما وبيتهمها في وشها بقتل سيليا، لأنهم عرفوا بموضوع الخناقة اللي كانت بين جيما وجارتها من فترة. الموضوع ده بيخلي جيما تشك أكتر وأكتر في ميجان. بتفتح اللابتوب بتاعها وبتدور في تسجيلات عين ميجان اللي هي زي الكاميرا عشان تشوف لقطات وقت حادثة الولد بتاعة المعسكر. بتلاقي التسجيلات زي ما بتكون متقطعة ومش كاملة. هنا جيما بتقرر تقفل ميجان خالص لحد ما تشوف ايه الحكاية. بتروح المعمل لصاحبها اللي ساعدوها في المشروع وبتقولهم ان ميجان بقى خطر جدا وممكن تموت اي حد، وانها شاكه انها ورا كل الجرائم القتل اللي فاتت. صحابها بيقولوا لها ان الروبوت ده هينزل السوق خلاص كمان يومين. في الوقت ده بتوصل ليديا المعالجه بتاعه كادي. كادي بتكون متعصبه ومتضايقه جدا لدرجه انها بتضرب خالتها جيما. بيعرفوا ان السبب هو ان ميجان مش معاها، بس ميجان بتبقى فعلا خطر زي ما جيما توقعت. بتتصل بصحاب جيما وبتقلد صوت واحدة منهم عشان تعرف جيما فين. ولما الاتنين صحاب جيما بيحاولوا يتحكموا في ميجان من المعمل ما بيعرفوش. واحدة منهم بيحاول يخلع كل السلوك المتوصلة بميجان، بتقوم هي ماسكاه وخانقاه ومش سايباه لحد ما يموت، بس بينقذوه في آخر لحظة. ومش بس كده، دي بتكمل وبتمسك سكينة، ولما بتقابل ديفيد المدير والمساعد بتاعه بتضربهم بالسكينة وبتقتلهم. وبعدين بتروح على بيت كادي عشان تطمن عليها، أو بمعنى أصح عشان تاخدها. في الوقت ده جيما بتكون بتطمن على كادي وبتتأكد إنها نايمة. فجأة بتسمع صوت بيانو في الصالة. بتطلع تلاقيها ميجان بتقولها بصي انتي مالكيش في تربية العيال خالص، كادي دي بتاعتي أنا وأنا اللي هاخد بالي منها، وانتي تبعدي عنها خالص أحسن لك. جيما بتحاول توقفها أو تقفلها، بتلاقيها وحش تاني خالص وبتبدأ معركة جامدة جدا بينهم. جيما بتحاول تشيل الوش بتاع ميجان وبيبقى شكلها مرعب قوي. كادي بتصحى على صوت الخناقة وتشوف المعركة. بتدافع عن خالتها وبتروح تتحكم في الروبوت القديم بتاع خالتها بتاع مشروع التخرج، وبتخليه يضرب ميجان عشان يموتها. ميجان بتشوف ان كادي كمان خاينة وبتقرر تموتها هي كمان، بس جيما بتنقذها في الوقت المناسب. جيما بتحاول تدمر الروبوت ميجان بأي طريقة وبتنجح فعلا. بيخرجوا من البيت هما الاتنين بيلاقوا بوليس بره ومعاهم صحاب جيما اللي كانوا بيساعدوها واللي ميجان حاولت تقتلهم. وفي اخر لحظة بنشوف الجهاز الذكي اللي في بيت جيما بينور لوحده كده، وده معناه ان ميجان ممكن تكون حملت نفسها عليه وانها ممكن ترجع تاني اخطر من الاول. بس يا سيدي، دي قصة فيلم ميجان وبيخلص فيلمنا لحد هنا.